تخيل معايا كده إنك محبوس، مش محبوس في سجن عادي، لأ، أنت محبوس في أوضة صغيرة جدا، ضلمة كحل، في آخر دور في بيت فخم وضخم، والباب بتاعها مقفول عليك من بره، وأنت قاعد في الضلمة دي لوحدك ومش سامع غير صوت أنفاسك، وفجأة تسمع صوت عياط خافت، صوت جاي من مكان ما في البيت، صوت بيخلي الدم يتجمد في عروقك. يا ترى ايه حكاية الصوت ده؟ ومين بالظبط اللي بيعيط؟ ومين اللي محبوس في البيت ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال ده هو بالظبط قلب حكاية النهاردة اللي هنغص في فصيلها سوا. رواية الخادمة، الكاتبة فريدا ماكفادن. ودي مش أي رواية، دي من النوع اللي بيلعب بالأعصاب وبيخليك تشك في كل حاجة حواليك، حتى في نفسك. طيب، عشان نفهم إيه اللي بيحصل لازم نرجع بالزمن لورا شوية، نرجع لبداية الحكاية خالص، للحظة اللي ظهرت فيها فرصة كانت زي طوق النجاة لواحدة كانت حرفياً بتغرق. بطلة قصتنا اسمها ميلي شابة في العشرينات، بس حكايتها حكاية شايلة فوق كتافها ماضي صعب وتقيل بيطاردها في كل حتة تروحها وبيقفل أي باب أمل في وشها. الظروف وصلت بيها لدرجة إن المكان الوحيد اللي ليها في الدنيا هو عربيتها القديمة، بتنام وتصحى فيها. كل اللي بتحلم بيه هو فرصة واحدة بس، بداية جديدة تمسح كل اللي فات. وفجأة ومن حيث لا تحتسب الفرصة دي بتخبط على شباك عربيتها في شكل إعلان شغل، مطلوب خادمة ومربية أطفال لعائلة وينشستر الغنية. أول ما ميلي بتوصل لبيت عائلة وينشستر بتلاقي نفسها واقفة قدام قصر، مش مجرد بيت، مكان يخطف العين من جماله وفخامته. كل حاجة فيه بتلمع، كل حاجة مترتبة بشكل مثالي، والحديقة بتاعته كأنها قطعة من الجنة. ده كان حلم كبير قوي لواحدة كانت لغاية امبارح بتنام في عربية. بس عارف الإحساس ده لما تشوف حاجة مثالية قوي لدرجة إنك تحس إنها مش حقيقية؟ هو ده بالظبط اللي ميلي حست بيه، كأن البيت ده لوحة جميلة بس ما فيهاش روح. اللي بتقابلها هي صاحبة البيت السيدة نينا وينشستر، ست جميلة شيك وابتسامتها مرسومة على وشها، ابتسامة واسعة قوي، وبتقول لها الجملة دي: احنا مبسوطين قوي انك معانا يا ميلي، اعتبري نفسك خلاص بقيتي فرد من العيلة. الكلام في حد ذاته يطمن ويريح، بس نبرة صوتها، نظرة عينيها، كان فيهم حاجة غريبة، حاجة خلت قلق خفيف يدب في قلب ميلي. وفعلا من أول يوم ليها في البيت ده إحساس القلق ده مفرقهاش، بالعكس كان بيكبر كل ساعة. بالرغم من كل مظاهر الترحيب والجمال اللي حواليها، ميلي ما كانتش قادرة تتخلص من شعور داخلي بيقولها إن في حاجة غلط جدا في المكان ده. ومن هنا بقى بتبدأ القصة الحقيقية. القناع المثالي اللي لابسه البيت ده وأهله هيبدأ يتشقق واحدة واحدة عشان يكشف عن أسرار وكوابيس محدش يتخيلها. السيدة نينا، الست اللطيفة المبتسمة، بتتحول لشخص تاني تماماً. تصرفاتها بتبقى غريبة لدرجة الجنون. يعني مثلا تصحى ميلي الصبح تلاقي نينا كبت طبق اسباجيتي كامل على السجادة البيضة الغالية وتبصلها ببرود وتقول لها نضفيه. يوم تاني تعمل نفسها مضيعة لعب بنتها وتتهم ميلي إنها سرقتها وتقلب البيت كله صريخ، وبعدين تلاقي اللعبة في مكان تافه جدا. مزاجها متقلب زي موج البحر، في لحظة تكون بتضحك وتهزر وفي اللحظة اللي بعدها تتحول لإعصار من الغضب. والأكتر من كده إنها كانت بتحبس بنتها الصغيرة في أوضتها بالساعات، ولما ميلي كانت تحاول تتكلم معاها كانت نينا تبصلها باستغراب شديد وتنكر كل حاجة، كأن ميلي هي اللي بتهلوس. ده أسلوب تعذيب نفسي معروف بيخلي الضحية تشك في عقلها وفي كل اللي بتشوفه. طيب، وفي وسط الجحيم ده كله كان في أندرو وينشستر الزوج. أندرو كان النقيض تماما، راجل وسيم جنتلمان وكلامه هادي وطيب. كان دايما يروح لميلي ويعتذر لها بالنيابة عن مراته ويقول لها أنا آسف جدا على اللي نينا بتعمله، أرجوك استحملي وما تسيبنيش. كان بيمثل دور الزوج المغلوب على أمره، الضحية اللي محبوس في جوازة مع واحدة مجنونة. كان هو المنقذ في عيون ميلي، الشخص الوحيد الطبيعي في البيت ده، وده في حد ذاته كان أخطر جزء في المسرحية كلها. كان في شخصية تالتة في الصورة، إنزو الجنيني، راجل غامض ملامحه حادة وتقريبا مش بيتكلم، ولما بيتكلم بالإيطالي بس. في يوم من الأيام بيقرب من ميلي وهي لوحدها وبيهمس لها بجملة واحدة بالإيطالي ترجمتها: خدي بالك مفيش حاجة في البيت ده زي ما باين عليها. الكلمتين دول كانوا زي جرس إنذار بيرن في ودن ميلي، وتأكيد إن إحساسها بالخطر ما كانش تهيؤات. قبل ما نكمل باقي الحكاية الممتعة دي ونكشف عن السر الأكبر، لو المحتوى اللي بنقدمه عجبكم ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، لأن ده بيشجعنا جدا إننا نستمر. نرجع لحكايتنا. اللي يثير الفضول أكتر وأكتر إن كل الخيوط دي، تصرفات نينا الغريبة، طيبة أندرو المبالغ فيها، تحذير إنزو الغامض، كلها كانت بتشاور على مكان واحد:
باب مقفول في آخر الممر في الدور اللي فوق. باب نينا حذرت ميلي إنها حتى مجرد التفكير في إنها تقرب منه ممنوع. الأحداث بتوصل لذروتها لما في يوم نينا بتروح لميلي وبكل هدوء وبرود تديها مفتاح وتقول لها مبروك، قررت أنقلك أوضة أحسن، أوضة الضيوف اللي فوق. أيوة، نفس الأوضة المقفولة. قلب ميلي كان بيدق زي الطبول وهي طالعة على السلم، ولما فتحت الباب ودخلت لقت أوضة شبه فاضية فيها ريحة غريبة، وعلى الباب من جوه آثار خرابيش كأن حد كان بيحاول يخرج. لكن الصدمة الحقيقية كانت لما بصت على الباب تاني واكتشفت إن القفل بتاع الأوضة من بره بس. في اللحظة دي ميلي فهمت كل حاجة، دي مش أوضة ضيوف، ده سجن. وهنا بقى الإحساس المزعج اللي كان عندها اتحول لرعب حقيقي. أدركت إنها وقعت في فخ متخطط له كويس قوي، وإن الدور عليها هي اللي هتتحبس. كل فكرة في دماغها كانت بتصرخ لازم أهرب من هنا، لازم أخرج من البيت ده فوراً قبل فوات الأوان. وفي وسط حالة الهلع دي ومحاولاتها اليائس عشان تلاقي مخرج، بتكتشف الحقيقة. بتعرف مين الشخص اللي كان بيتحبس فعلا في الأوضة دي طول الوقت. والمفاجأة كانت أكبر وأبشع من أي كابوس ممكن تتخيله. وهنا بتيجي الصدمة الكبرى، الصدمة اللي هتقلب كل حاجة رأساً على عقب. الست اللي ميلي كانت فاكراها نينا وينشستر ما كانتش نينا أصلاً. خلونا نكشف عن الحقيقة اللي هتغير نظرتنا للقصة كلها. الحقيقة الصدمة هي الست اللي عايشة تحت وبتعذب ميلي نفسيا دي هي ليديا، زوجة أندرو الأولى اللي الناس كلها فاكرة إنها ماتت من سنين. أما نينا وينشستر الحقيقية فدي الست الهزيلة اللي كانت محبوسة في الأوضة اللي فوق، وصوت العياط الخافت اللي ميلي سمعته كان صوتها. أندرو الزوج الطيب الضحية هو العقل المدبر لكل حاجة، هو اللي دبر المسرحية دي كلها عشان يجيب ميلي البيت، مش عشان تكون خادمة، لأ، عشان تكون هي الحارسة الجديدة على سجن مراته الحقيقية. يعني بصوا الخدعة كانت متقسمة ازاي. الكذبة اللي ميلي شافتها كانت إن نينا هي الزوجة القاسية والمريضة نفسيا، لكن الحقيقة كانت إن دي ليديا مراته الأولى اللي بتلعب الدور ده. الكذبة كانت إن أندرو هو الزوج الطيب المغلوب على أمره، لكن الحقيقة إنه هو الشيطان الحقيقي، العقل المدبر لكل ده. والكذبة الأكبر إن ميلي مجرد خادمة، لكن الحقيقة المرة إن تم اختيارها بعناية عشان تكون هي السجينة الجديدة في المسرحية. لكن هل خطة أندرو الشيطانية دي بتكمل؟ لأ، ميلي بتنجح إنها تحرر نينا الحقيقية من سجنها، والاتنين الخادمة اللي كانت هتبقى سجينة والسجينة اللي كانت محبوسة بيتحدوا مع بعض. قوتهم بتيجي من الضعف والمعاناة اللي عاشوها سوا، وبيقرروا إنهم يقلبوا الترابيزة على أندرو نفسه ويدوقوه من نفس الكاس اللي شربوا منه. وفي النهاية القصة دي بتسيبنا نفكر في سؤال مهم قوي: مين فينا يقدر يقول مين الشرير الحقيقي ومين الضحية الحقيقية بمجرد النظر؟ الحكاية دي بتورينا قد إيه المظاهر خداعة، وإن أكتر الواجهات جمال ومثالية ممكن تكون بتخبي وراها أبشع الأسرار وأكتر أنواع الشر النفسي. طيب يا ترى إيه الكتاب أو الرواية اللي حابين نغوص في عالمها المرة الجاية؟ لو استمتعتوا بحكاية النهاردة ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك واللايك عشان نقدر نقدم لكم حكايات أكتر وأكتر، وقولوا لنا في التعليقات إيه الكتب أو الروايات اللي حابين نلخصها ليكم في الفيديوهات الجاية. شكرا جدا لمتابعتكم، وهتلاقوا المصادر كلها في الوصف تحت. سلام.